السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل. والنهاردة هنعمل مع بعض كيكة النايتي بتاعت زمان او كيكة السبع معالق. اول حاجة معايا بيضتين وهحط عليهم باكو من الفانيليا وهقلبهم كويس جدا. الكيكة دي يا جماعة سهلة قوي، وعلى فكرة اقتصادية كمان، ما فيهاش مكونات كتيرة، هتطلع معاكي ناجحة جدا. هضرب البيض شوية واحط عليه 7 معالق من السكر، سكر سنترفيش عادي، مش لازم سكر بودرة. وممكن يعني علشان تسهلوا على نفسكم تحطوا كل المكونات دي في الخلاط لو حابين. انا حبيت احط معلقة قدامكم علشان تعرفوا ان الكمية دي هي فعلا بس 7 معالق من كل حاجة. وبعدها هقلبهم كويس جدا لحد السكر لما يدوب لحد ما، وبعدين هنزل عليهم ب7 معالق من اللبن. واللبن مش لازم يكون دافي، ممكن يكون لبن عادي. هما 7 معالق بالظبط، يعني تقريبا مش هيكملوا ربع كوباية. وبعدين هقلبهم بقى كويس قوي، وبعدين هنزل عليهم ب6 معالق من الزيت، 6 بس، ما تزودوش عن كده. وبعدين هقلبهم برضو كويس. لازم في الوقت ده بقى يكون السكر داب والبيض وكلهم اختلطوا ببعض كويس. بعدها هنزل عليهم ب8 معالق من الدقيق، لازم يكون منخول كويس جدا، ويستحسن انكم تنخلوه مرتين. كل ما بتنخلي الدقيق اكتر بيدخل فيه هوا، بيدينا نتيجة احسن. الكمية دي هتعمل معاكي صينية متوسطة، وطبعا لازم تكون صينية مربعة او صاج، يبقى احسن حاجة، لان انا مش عايزة سمك الكيك يبقى عالي، لا انا عايزاه زي الاسبونج بتاع الجاتو وزي كده بتاع السويس رول. دلوقتي بقى احط اخر حاجة معلقة من الخل، وده زي محسن الكيك وهيدينا نتيجة حلوة قوي. انا هنا بقى علشان الصاج الفرن معايا كبير فضاعفت الكمية اللي انا وريتها لكم دي، ضاعفتها. يعني ده خليطين من المقادير اللي انتوا شفتوها دي. ولازم سمك الكيك يبقى خفيف جدا زي ما انتوا شايفين كده عشان تطلع هشة من جوه. دهنت الصاج زيت وبعدين فضيت فيه الخليط، ودلوقتي سخنت الفرن على درجة حرارة 180. هحطها لمدة ربع ساعة تقريبا، وطبعا ما تفتحيش عليها خالص، ولما تفتحي تختبريها بعود خشب، ولما يطلع فاضي من غير عجينة يبقى هي كده خلاص استوت، مش لازم وشها يتحمر قوي. انا بقى لما خرجتها قطعتها على 4 قطع وسبتها في التلاجة من قبلها بيوم. انتوا ممكن تسيبوها 2-3 بس يعني تمسك نفسها، مش لازم في التلاجة طبعا. دلوقتي بقى هقيس كل قطعتين ازاي يبقوا مظبوطين على بعض. طبعا الطبقة اللي فوق اللي هتبقى باينة لازم تبقى القعر بتاع الاسبونج مش الوش بتاعه. انا دلوقتي بقى هحشيه طبعا مربى زي كيكة النايتي بتاعت زمان بالظبط. لو حابين تحشوها شوكولاتة برضو هتبقى حلوة. دي مربى انا اللي عاملاها طبعا في البيت، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وضربتها في الخلاط علشان تبقى سهلة الفرد. لو عندك مربى في التلاجة طبعا هتبقى من يعني جامدة، حطي منها شوية على النار لحد ما تسيح كده علشان تبقى سهلة وهي بتتفرد معاكي. وبس اهو ده كده هيبقى سمكها. هبتدي بقى احشي الجزئين التانيين. لو عايزين تسقوها لبن على اساس ان هي تبقى قطرة مفيش مشكلة، انا هنا سقيت طبقة واحدة بس مش الاتنين علشان ما تبقاش طرية قوي، لان كمان المربى هتطريها. دلوقتي بقى هساوي الجناب، لازم تساوي الحروف علشان تطلع قطعة النايتي معاكي مظبوطة. قطعيها بقى بالشكل اللي انتي تحبيه. انا دلوقتي معايا 3 انواع من الصوصات الجاهزة هزينها بيها. هي طبعا بتتزين من فوق بالشوكولاتة. الصوص سمكها حلو قوي، وبجد شكلها حلو جدا زي بتاعت بره بالظبط. هنا بقى معايا صوص فراولة زي ما قلتلكوا، الصوص ده جاهز. دي صوصات ماجيك اللي موجودة في اي سوبر ماركت. انا هزين بالفراولة وبالتوت وبالشوكولاتة، بس بصراحة اكتر نوع حبيته الشوكولاتة، لان الفراولة زي ما انتوا شايفين كده مع الوقت الكيكة بتشربها، بس يعني هي بتديها طعم حلو. وطبعا ممكن تعمليها بطريقة تانية، انك تجيبي مكعب شوكولاتة وتسيحيه على حمام مائي او في الميكرويف دقيقة بس، وتحطيه في كيس بلاستيك كده وتخرميه من تحت خرم صغير وتبتدي تزيني بنفس الطريقة. ده بقى صوص التوت، هزين برضو بيه شوية كده. انا الكمية التانية بقى خلاص قطعتها، بجد هتعمل معاكي كمية حلوة جدا واحلى وانضف من الشارع 100 مرة.
جربيها، طريقة سهلة وسريعة جدا. وكمان نفس المقادير دي ممكن تعملي بيها كيكة بالشوكولاتة، مش شرط بس تعملي النايتي. كيكة ال7 معالق ممكن نعملها بأشكال كتيرة قوي. وكده خلاص خلصت، ودي كل الكمية اللي معايا. طلعت حلوة وهشة وطرية، وبجد اتمنى ان انتوا تجربوها. وبكده اكون خلصت وصفة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.